الموتوسيكل اللي انا راكبه ده الفرامل بتاعته عطلت فجأة وللأسف. صباح الخير يا جدعان، انا لسه صاحي من النوم حالا وبجد حزين جدا من رد فعلكم على الموقف اللي حصل لي، الموقف اللي زعلني وضايقني. زي ما انتم شايفين اهو، امشي كده ازاي في الشارع لما واحد صغير اصغر مني ب5 سنين يعمل فيا كده؟ انا اكون رد فعل ايه؟ ما هو الكل فعل رد فعل. هو انت حطيت نفسك مكاني لما انت تقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك؟ وليه تعمل في طفل صغير كده؟ ده مش طفل يا جدعان، ده عنده 18 سنة، يعني المفروض يكون عاقل وعارف اللي هو بيعمله كويس جدا. هل لو هو حلق لك شعرك كده وانت نايم هتعمل فيه ايه؟ والناس اللي بتقول لي انت ضربته جامد وشتمته كتير، كله عمال يتكلم ويهرف الفاضي ومش حاطين نفسكم مكاني. لو انتوا شايفين ان انا مش من حق ازعل وان انا افورت في التعصب بتاعي فربنا يسامحكم، بس لو كرم مش حاسس ان هو زعلني ما كانش هينزل الفيديو ده. الفيديو قدامكم. اسف يا ابو المجد على اللي انا حلقت لك شعرك، بس والله يا ابو المجد انا بحاول على قد ما اقدر ارد جزء صغير بس من المقالب اللي انت بتعملها فيها الفترة اللي فاتت، وانا اصلا معرفش ان انت هتزعل مني قوي كده، وانت عارف ومتأكد ان انا في المقالب بترد وكده. انا عارف صحيح اللي هو غالي عليك، بس ما وصلتش لدرجة ان انت تمد ايدك عليا يا ابو المجد. يعني على العموم انا بتأسف لك قدام الناس كلها يا ابو المجد، يا رب تقبل اعتذاري، ويا ريت ويا ريت يا ريت توصلوا الفيديو ده لابو المجد. وخليك فاكر يا ابو المجد ان انا عمري في حياتي ما هقدر انساك، انت صديقي واخويا وحبيبي، وهستناك تكلمني في التليفون ونتقابل. هو يشكر ان هو قال لي انا اسف وانا قبلت اعتذاره، والدنيا مش مستاهله اننا نزعل بعض عشان ويلا الصلح خير. تعالوا دلوقتي انا هنزل لكرم وهقول له انا كمان انا اسف ان انا اتعصبت عليك. دلوقتي يا جماعه وصلت المكان اللي هو قال لي عليه، هو مفيش اي حد في المكان خالص، فانا دلوقتي هرن عليه واشوفه فين. ايه يا ابني انت فين؟ انا في المكان اللي انت قايل لي عليه. انا في الملاهي اللي في المكان ده. ملاهي؟ طب جاي لك اهو يا حبيبي. فين الملاهي دي؟ ابو المجد اهو، المجد اهو. كرم كرم ابو المجد ابو المجد. ما يتخافش علينا عشان احنا بنخاف مننا. ايه يا ابني هو انت كنت بتعمل ايه هنا؟ كنت بجيب لك هديه. هديه؟ انا مش شايف اي حاجه يعني. ايه دي ايه دي؟ وردة حبنا. يعني انا بعد كل ده شعري وكل حاجه راحت مني وانت جايب ورده؟ هعمل ايه يعني؟ ملقتش غيرها. مقبوله منك يا عم كرم. ماشي. اخليها تزرع بقى هنا. يا عم فداك الف شعر، فداك اي حاجه. صافي لبن حبيبي يا قشطه، انا بحبك يا كرم ويا ريت الحاجات دي ما تعملهاش تاني. كل اللي بينا اشاعات، انا وابو المجد اخوات. يلا بقى ايه هنعمل ايه النهارده؟ عاوزين نعمل حاجه كده جديده، نعمل حاجه جديده، حاجه مختلفه. ليك في التحديات؟ تحديات؟ وانت ناوي تتحدى ابو المجد؟ يعني انت مش جاي معايا في مقالب، هتيجي معايا في تحدي؟ تحدي ايه يعني؟ تحدي سباق العجل. سباق عجل؟ ايوه. واحنا صغيرين يا ابني؟ لا التحدي ده بص، اللي يكسب ياخد 10,000 جنيه. هتجيب ال10,000 جنيه منين بقى؟ قول لي. من جيبك. ما انا اللي خسران في الاخر. لا ممكن انت تكسب وما تدفعش حاجه. وبرضه مش هكسب حاجه. يعني برضه الفلوس ما انا مش مستفاد كده. طب تعالى نتمرجح بس شويه الاول. خلاص يا سيدي تعالى ايه؟ نتمرجح. نتمرجح؟ تعالى يابا الله على التحدي، ولو كسبت فعلا انا هديك ال10,000 جنيه. قد كلامك؟ قد كلامي. جبتك المكان اللي فيه العجل اهو، اختار بقى اي عجله انت عاوزها. يلا نعم. في عجله اهو، دي ممكن تبقى على مقاسك حلو. لا انا هختار العجله دي. بس دي 2 يا ابني، بيركبوها 2. ما انا علشان اخلي احمد يسابق معانا، عشان مش هعرف اركب لوحدي، مش هعرف اسابقك انا لوحدي يا عم. هو ايه اللي مش هتعرف؟ امال بتتحداني ليه؟ يعني انتوا الاتنين هتتحدوني انا؟ احنا الاثنين هنتحداه. طب اركب يا حبيبي معايا يلا. خليك في الجنب لا يا عم انا اللي هسوق. يا كرم في ايه؟ انا اللي هتسوق. هتسوقنا يا ابني ما هما الاتنين بيتساقوا عادي. لا دي واحده بس ثابته، ما تصدقش. دي ثابته لا تتحرك ودي بتتحرك. ايوه يعني انت اللي هتسوق؟ ايوه. سوق براحتك. كده كده انا هكسب التحدي ده. تعالوا بقى يلا نختار العجله بتاعتي. اختار دي ولا دي ولا دي؟ انتوا اختاروا معايا بقى يا جدعان. خلاص يا جدعان انا ممكن اختار دي. دي حلوه برضه.
ايه؟ ناخد دي جامده برضه، حلوه دي. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين. يلا بينا. ايه رايك؟ سواق ولا مش سواق؟ اللفه دي انت مش بتعرف تعملها. مش بعرف. هتشوف اللي هيحصل دغدغه. لا استنى كده، لازم نسوي بعض. ايوه يلا ماشي، استنى بقى كده. المفروض يا جماعه فكره التحدي اننا هنلف لفه كبيره قوي لحد ما نوصل هنا. اللفه كبيره قوي بصراحه، يعني هنلف من وسط البيوت دي كلها لحد اللي هيسلم على الراجل ده هو اللي هيكسب. احنا قد التحدي وهنكسب. انا قد التحدي وهنكسب ان شاء الله. 3 2 1. انا هسيبكم شويه علشان تاخدوا راحتكم. انزل يا كرم، انزل يا كرم، انزل بسرعه يا كرم، هنخسر. بسرعه يلا بسرعه. ارجع ورا، ارجع يا كرم. يلا بسرعه. يلا. هم سبقوني يا جماعه ومفكرين كده ان هم ضحكوا عليا، بس انا سايبهم بمزاجي. بقول لك ايه يا ريس، البتاعه دي ما تلزمنيش. شوف لي حاجه كده، ايه يعني، حاجه فريره. انا عاوز اجمد حاجه عندك هنا. ده ايه ده، موتوسيكل ده ولا ايه؟ وريني. هو ده؟ حلو. تعالوا بقى يا جدعان علشان اسبقه. انا هبطل يا كرم، ما عدتش عارف اسوق يا كرم. لا يا عم، لازم نكسب 10000 جنيه. 10000 جنيه يا كرم، بس يا كرم. انا بس عشان ابو المجد ما يكسبناش. مش ده ابو المجد؟ ايوه هو. مش هو كان راكب عجله؟ ايوه كان راكب عجل. هيقطع غش من اولها يعني. لا انا مش مكمل سباق عجل. ولا انا. انا عندي فكره حلوه. ايه؟ ما تيجي نتصل عليه ونعمل في مقلب. ايه رايك؟ نرد الطاق بتاعه. طب انت هتقول له ايه بقى في المقلب؟ بص يا سيدي، احنا هنقول له اللي احنا عملنا حادثه بالعجله وتعالى الحقنا بسرعه يا ابو المجد ويلا ومش عارف ايه، والراجل عايز تعويض 5000 جنيه عشان احنا ايه خبطنا له عربيه. وهنديله المكان الغلط ونسابق احنا. يلا يلا يا ابو المجد، انت فين؟ في ايه يا احمد؟ انا اهو، انا سبقتكم يا ابو المجد احمد، يا ابو المجد كرم عمل حادثه، تعالى لنا بسرعه. حادثه ايه؟ طب كرم كويس؟ لا تعالى لنا بسرعه. انت بتتكلم بجد ولا بتشتغلني؟ اتكلم بجد يا ابو المجد، انجز يلا تعالى. لو بتهزر قول يا احمد، لو بتهزر قول عشان ما اجيش في الفاضي. في المكان اللي انت قابلتنا فيه يا ابو المجد، بسرعه تعالى. طب اقفل يا احمد، انا جاي لك اهو. اقفل يلا. حادثه يا ساتر يا رب. احنا يا جدعان دلوقتي هنخش من شارع تاني وهنغير الاتجاه. يلا بسرعه يلا اركب. اركب يلا. اركب. مش هنرحمك يا ابو المجد وهنكسب. يلا يا كرم بسرعه يلا بسرعه. احنا هنستخبى هنا دلوقتي لحد ما ابو المجد يجي. ايوه عشان نعملها له بقى مفاجاه ساعتها. ابو المجد اهو. ابو المجد اهو. بسرعه تعالى يلا نسابق بسرعه. يلا قبل ما يشوفني. راحوا فين؟ ما تعرفش ازاي يا ابني؟ مش انت كنت معاهم؟ والله ما اعرف يا ابني انا بقول لك عاملين حادثه وكرم متعور. ما اعرفش، انا ما اعرفش حاجه. ازاي ما تعرفش دلوقتي هم راحوا يا فين؟ ابني ما اعرفش، رن عليهم اسالهم. انا مش لاقيهم. انا سالت المصور بتاعهم قال لي ان هم مش موجودين معاه. طب دلوقتي انا قلقان على الولا راح فين؟ انا مش عارف. طب اعمل ايه دلوقتي يا جدعان؟ انا هكلمه كده اشوف. الو احمد، انت فين؟ الو. ايه يا كرم، انت كويس؟ ايوه كويس. طب انت فين يا حبيبي دلوقتي؟ انت عامل ايه؟ انا سبقناك يا حبيبي. سبقتوني ازاي يعني؟ مش فاهم. امال ايه الحادثه وايه الحوارات دي؟ يعني انتوا بتشتغلوني؟ ايوه تعيش وتاخد غيرها. وانتوا فين دلوقتي؟ لسه 5 دقايق ونوصل، يبقى احنا كده كسبنا التحدي من غير غش، مش زيك يا غشاش. يا ولاد وهيعمل نفسه ده صح علينا، ده احنا دماغ. مش هنسيبك يا ابو المجد. يلا بسرعه. العيال دول يا جدعان طلعوا انصح مني، عرفوا يلعبوها صح. بس انا مش هحل، وباذن الله انا اللي هكسب التحدي ده، لان معاه موتوسيكل وهسبق بسرعه ان شاء الله. تعالوا يلا وعادي. قربنا نخلص اهو. يلا.
لسه اخر خطوه. مش عارف اقف في الموتوسيكل بجد، مفيش فرامل، مش عارف اقف فين، مش عارف. كده مين اللي كسب؟ لا يا اسطى لا يا اسطى ده مش عادي، ده بنزين دي يدوي، ده بنزين دي يدوي، ده مش عادي. مين اللي كسب؟ ابو المجد. كله يكتب في الكومنتات ابو المجد الغشاش، اعملوا هاشتاج ابو المجد الغشاش. غشاش مين يا حبيبي؟ وانا بعد ما سبقتك تقول لي غشاش؟ ديت بنزين، اما دي يدوي، ده مش عادي. انا اتبهدلت، انا ما كانش معايا فرامل اصلا. دي لا يابا، لا ما يتحسبش. هو ايه اللي ما يتحسبش؟ انا اللي اخد ال 10000 ابو المجد جنيه. الغشاش، هاشتاج ابو المجد الغشاش. طب اكتبوا يا جدعان، مين يستحق المكسب، انا ولا هما؟ واوعى تنسى تصلي على النبي، واستنونا في فيديوهات تانية كتير. سلام.